فريق الرجاء الرياضي وخسارة في أول مواجهة للمدرب سامبينتو البرتغالي بقيادة النسور الخضراء. خسارة أمام شباب سوالم الرياضي، خسارة غير متوقعة تماما أمام خصم ما نقدرش نقول ما نقدروش نهائيا نقلوا منه، لأنه قدم مباراة أكثر من رائعة اليوم. هدفين صراحة رائعين جدا من الفريق شباب سوالم، خصوصا الهدف الأول اللي تماركا بشكل رائع على مرمانا على زنيتي. ولكن بعض المشاكل ما نقدروش اولا نحكموا على سامبينتو فنيا في المباراه الاولى، لانه ما خداش الوقت ديالو، يمكن مجرد اسبوع فقط اللي جلسوا مع الفريق البيضاوي. ولكن ما نقدروش نحكموا عليه، ولكن نحكموا على الاداء الفردي للعديد من اللاعبين. اولهم الزنيتي اللي كان كارثي، نتمنوا الشفاء العاجل للزنيتي اللي يمكن تصاب مورا الهدف الثاني، ولكن الهدف الثاني ما يتماركاش على اي حارس بقيمه الزنيتي. زنيتي هذا الموسم يمكن أسوأ مواسم زنيتي في تاريخه صراحة، بداية أكثر من سيئة. والمفروض طبعا بتواجد المدرب الجديد أنه يعطي الفرصة للمدربين في الاحتياط، يعطي الفرصة لدكة الاحتياط اللاعبين اللي ما كيقدموش المستوى ديالهم. الدفاع بطبيعه الحال بولكسوت ولا بزاف ديال اللاعبين في الخط الدفاعي اللي ارتكبوا بزاف ديال الاخطاء، خصوصا في البيت الثاني كان الخطا ديال واحد العرضيه اللي رجعت عكسيه من احد لاعبينا في خط الدفاع. ما ركزش بالضبط على شكون اللي دار هذا الخطا، ولكن كان هذا الخطا يمكن شي 40% من مسؤوليه الهدف الثاني اللي خسرنا 3 نقط او نقطه على الاقل ديال التعادل، خسرناها للاسف. اخطاء فرديه غيشوفهم سامبينتو، غيتاكد من اللاعبين اللي خاصهم يشاركوا بشكل اساسي، غيتاكد بطبيعه الحال واش زنيتي اللي كتمناو ليه الشفاء العاجل واش غيشارك في المباريات القادمه ولا لا. ولكن كنتمناو الافضل فريق الرجاء البيضاوي، وان يلاحظ سامبينتو العيوب اللي موجوده في الفريق ويعالجها باسرع وقت.